مش ممكن اروح السوق والاقيه وما جيبوش. الفلفل البلدي ده من اجمل الحاجات اللي ممكن اكون بدور عليها مخصوص في السوق. لقيت النهارده معايا شويه فلفل بلدي، انما ايه حلوين قوي. فلفل اخضر جبت معايا فلفل الاخضر البلدي، وجبت فلفل احمر بارد، وجبت كمان فلفل شطه. هعملهم هريسه النهارده، هريسه الفلفل الاخضر وهريسه الفلفل الاحمر. هعمل الثلاث انواع معايا، ودول ما استغناش عنهم في التلاجة دايما. الفلفل عندي مغسول كويس جدا ومنشفاه، لازم يكونش فيه اي ميه خالص، لا اما تسيبيه لحد ما ينشف لوحده، لا اما بفوطه نظيفه وتنشفيه واحده واحده. هجيب معايا الكبه بتاعتي وهضع كميه الفلفل الاخضر معايا، وهفرمهم كويس جدا جدا وهنعمهم. هحط عليهم معلقه ملح كبيره او معلقه صغيره، وهبدا افرم فيهم. انا مش هحط توم عشان خاطر ان انا اقدر ممكن استخدمه في حاجه، اي تتبيله بدون توم. فلو انا احتجت في تتبيله وفيها توم، خلاص هحط التوم وقتها. هجيب كمان معايا الفلفل الاحمر البارد، وهحط عليه معلقه ملح. برضو انا مش هحط معاه زيت، لو ضربت الزيت معاه وانا شغاله اضربه في الكبه هتلاقي لونه بقى فاتح جدا، ومش هيحافظ على اللون الاحمر بتاعه. فالافضل ان احنا نحط الزيت في الاخر. خلصت ضرب خلط في المفرمه، وبعد كده كمان هحطه في العلبه بتاعتي اللي هحفظها فيها، بتكون متعقمه، واديله على وشه على الوش من فوق زيت عشان ما يعملش اي عطن او عفن. تالت نوع هجيب معاه الفلفل الحراق الاحمر، وهشتغل ان انا افرمه كويس، ومعاه برضو معلقه ملح صغيره، وهحطه معايا في العلبة اللي انا هحفظ فيها، وهحط على الوش برضو بتاعه زيت. الزيت مهم جدا ان انا احطه معايا كده بالشكل ده، هيقعد معايا شهور جوه التلاجة، تطلعيه تشتغلي منه وترجعيه كمان. لكن وممكن كمان تحفظيه في الفريزر اللي هو لمدة طويلة. خلاص كده اجمل هريسة شطة واجمل هريسة فلفل اخضر تستخدميها معاكي في اي تتبيلة، او ممكن انك انتي تاكليها كده جميلة جدا. وبألف هنا وشفا عليكم. يا ريت تجربوا الطريقة وحطوا لي كومنت حلو وحطي لايك. مع السلامة.